بعد تعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين مقابل هدفين، بنشوف بعض المواقع او بعض الناس بيكتبوا كلام غريب، وكل تركيزهم مع امام عاشور، وان امام عاشور قدم مباراة سيئة وما عملش مباراة كويسة. واللي كان منهم موقع شهير جدا جدا بيشتغل فيه اصدقاء ليا وزمايل ليا، انا بحترمهم جدا، ولكن الحقيقة انا مش عارف ليه الموقع ده يكتب حاجة زي دي. يعني الموقع ده مثلا لما بنسيرش في جوجل جايب لي خبرين عن امام عاشور بعد المباراة. عنوان الخبر الاول: امام عاشور ارقام سلبيه تعكس اداؤه مع منتخب مصر في افريقيا. وزي ما انتم شايفين العنوان الثاني، الخبر الثاني: امام عاشور اداء مخيب مع منتخب مصر في افريقيا. ارقام يعني، طب انا عايز اشوف الارقام دي. طب تعالى احنا نشوف ارقام امام عاشور مع المنتخب قبل ما نتكلم في اي حاجه او في مباراه امبارح عامله ازاي. بص يا سيدي، امام عاشور في مباراه امبارح لعب 90 دقيقه مشاركه، حلو، يعني لعب المباراه كامله. نسبة التمريرات بتاعته الصحيحة كانت 83%، يعني تمريراته صحيحة بنسبة 83%، ودي نسبة جميلة جدا جدا جدا. طيب التسديد على المرمى، فسدد تسديدتين على المرمى. من وجهة نظري هو كان واخد واجبات دفاعية أكتر، فكويس إن هو سدد تسديدتين. استخلص الكورة 10 مرات، وده بيبين لك إن هو كان واجباته الدفاعية أكتر، فإن هو يفسد 10 هجمات للمنافس، فدي حاجة جميلة جدا. صنع فرصة للتسجيل، وتالت اكتر لاعب فقد للكرة بعد محمد حمدي وعمر كمال. يعني الصفحة دي كانت منزلة احصائية بتقول فيها، هتظهر برضو قدامكم على الشاشة، منزلة احصائية او منزلة خبر على صفحتها على تويتر وفيسبوك وكل مكان، ان امام عاشور هو اكتر لاعب فقد الكرة مع منتخب مصر. ولكن لا سيدي الفاضل، امام عاشور هو تالت اكتر لاعب فقد للكرة بعد محمد حمدي وعمر كمال. يعني محمد حمدي اكتر لاعب فقد الكرة، بعد منه عمر كمال، بعد منهم امام عاشور، خصوصا ان امام عاشور كانت الكرة بتتواجد في رجله كتير. التقييم بتاع امام عاشور جه تاني افضل لاعب في المباراة بنسبة 7.4. فانت بتتكلم على لاعب، يعني من وجهة نظري ممكن تقول هو من افضل 3 لاعبين في المباراة. يعني رقم 1 عمر مرموش هو افضل لاعب في المباراة دي وجهة نظري، بعديه امام عاشور، وبعديه تريزيجيه اللي خد وقت قليل. ده وجهة نظري في مباراة امبارح. لكن انا اقول ان امام عاشور هو اكتر لاعب سلبي، وايه الحكمة اصلا ان اكتب خبرين زي دول، وان انا انزل حتى احصائية مش صحيحة انا بقول فيها ان امام عاشور هو اكتر لاعب فقد الكرة، ودي احصائية مش صحيحة. وحسب موقع سوفا سكور ان عمر مرموش هو الاعلى تقييم بنسبة 8.6، وبعد منه امام عاشور بنسبة 7.4. طبعا كل دي حاجات بتظهر قدامكم بالصور، انا مش جايب اي حاجة من عندي ولا بتبلع على حد ولا بقول اي حاجة، دي احصائيات موجودة وحاجات موجودة. من ضمن الحاجات دي ان نفس الموقع برضو كتب من يومين، يعني زي ما هو باين برضو في الصورة توداي، من يومين منزل خبر عن حقيقة تلقي الاهلي عروض من اجل امام عاشور، يعني اللاعب مع المنتخب، وكلنا في حالة تركيز مع المنتخب. فتنزل خبر زي ده يعني تشتت اللاعب وتطلعه بره تركيزه، وتعمل كلام عليه وتعمل بلبل عليه، وهو مركز مع منتخب مصر اللي بيلعب باسمنا كلنا، بعيدا بقى عن اي الوان سواء ابيض او احمر او ايا كان يكون. فشيء غريب بالنسبه لي، ومش عارف ايه الغرض من ان موقع كبير محترم. يعني بقول لك في زملاء ليا شغالين كتيره في الموقع ده، اللي عرفوا ان الموقع فعلا شغال بشكل كويس، هو ما بيعتمدش الوان ولا بيعتمد انتماءات. فايه الغرض ان الكلام ده يحصل حوالين امام عاشور الفتره دي؟ الحقيقه انا مش عارف اطلاق. يعني اشادات كبيره جايه لامام عاشور محليا وخارجيا، يعني بنشوف اجانب كتيره وناس من الاجانب اللي بيتابعوا بطوله افريقيا مبسوطين جدا ويعني مستغربين جدا من اداء امام عاشور القوي، ومنهم اللي بيطالب ان فريقه الاوروبي يجيب امام عاشور، وشوفنا حاجات كتيره من دي من امبارح. فانت ازاي كموقع بتنزل حاجه زي دي باجماع الكل جوه مصر وبره مصر ان امام عاشور كان من افضل لاعبي المنتخب في مباراه امبارح، خصوصا في الشوط الثاني؟ لو احنا بقى بنتكلم كالوان وان في الوان وان في مشاحنات بقى، فاحنا مثلا هنجيب لاعب زملكاوي من المباراه اللي فاتت، هو احمد السيد زيزو. في مباراه الموزمبيق احمد السيد زيزو فقد الكره 19 مره كاكتر لاعب في منتخب مصر. احمد السيد زيزو عمل 8 عرضيات مفيش ولا عرضيه منهم صحيحه، شاط 4 كور على المرمى مفيش ولا كوره منهم بين ال3 خشبات. فانا بالنسبه لي انك تجيب احصائيه مغلوطه ان امام عاشور هو اكتر لاعب فقد الكره ب 13 مره، وامام عاشور فقد الكره 10 مرات ثالث اكتر لاعب، فدي حاجه غريبه. يعني اكتر لاعب فقد الكره زي ما قلنا محمد حمدي ب 18 مره، وعمر كمال بعديه ب 16 مره، وامام عاشور 10 مرات. فيعني الموضوع مش داخل دماغي، ومش فاهم
يعني سيبك من ان انت اصلا بتطلع لاعب بره تركيزه، انت بتقول احصائيه مغلوطه كمان. يعني احنا لا نتمنى حتى ان احنا لا نتكلم على محمد حمدي اللي هو اكتر فقدا للكوره، ولا عمر كمال، ولا زيزو، ولا نتكلم على اي حد من دول. المنتخب كله في حاله سيئه، ما تتكلمش على لاعب بعينه او تمسك لاعب بعينه. يعني اما صفحه كبيره مش فئويه، صفحه عامه بتجمع الجمهورين، صفحه واخده حقوق للمباريات المحليه وواخده حقوق كتيره جدا، تكتب كلام زي ده يبقى ما ينفعش. يبقى سيبنا ايه للصفحات الجماهيريه؟ سيبنا ايه الجمهور هيعمل ايه في بعضه؟ ونرجع نتكلم تعصب ومش تعصب لما مواقع كبيره زي دي، مواقع مرموقه موجوده عندنا، تكتب خبر زي ده وتركز مع لاعب بالشكل ده، يبقى هنا في حاجه غلط. اما تسيب لعيبه ارقامها سلبيه كتيره زي زيزو وزي مثلا محمد النني، يعني محمد النني لعب امبارح 70 دقيقه، يعني مش امبارح بس، لا خلينا نتكلم انه لعب 70 دقيقه قدام الموزمبيق و68 دقيقه قدام غانا، وما نجحش في اي التحام من اللي هو عملهم. كل الالتحامات اللي عملها مع اي لاعب تاني خسر الالتحامات، واللاعب التاني تفوق عليه سواء خلال غانا او خلال الموزمبيق. طيب خلال المباراتين النني لعب 8 كرات طويله، 3 منهم كانوا بشكل صحيح و5 غلط بنسبه دقه 37%. النني سجل نسبه 0% لدقه تمريراته الطويله خلال الشوط الاول قدام غانا. فيعني انت سايب لاعب المفروض ان احنا نفتح العيون عليه. والله يا جماعه يعني اما لاعب محترف باداء زي ده في وسط الملعب وركيزه مهمه يكون بالاحصائيات دي، يبقى من الاولى ان انا يعني انا مش بحب اتكلم سلبي، بس احنا هنا مش هنتكلم سلبي او ننتقد اللاعب، احنا هنتكلم سلبي هنا لمصلحه المنتخب، ان احنا نحاول نفتح العيون على الاحصائيه دي، عشان خاطر حرام يكون لاعب محترف بالشكل ده في ارض الملعب مش موفق، فنريحه افضل، ما نعرجوش ولا نضيع مجهودنا ولا مجهود زمايله. فامر غريب، امر عجيب ان احنا نركز مع لاعب بعينه مع المنتخب. المفروض ان احنا كلنا متكاتفين ورا المنتخب، عايزين نفوز بالبطوله، عايزين ناخد البطوله، عايزين نوصل حتى لو ما خدناهاش نطلع او نأدي في البطوله بشكل مشرف ونوصل فيها لادوار اقصائيه مهمه نتمنى ان احنا ناخدها. مش عايزين، انا مش عايز احط ضغط ومش عايز اقول ان البطوله بتاعتنا ومش عايز احط ضغط على اللعيبه، هو اكيد طبعا مفيش حد منهم هيتفرج عليا، ولكن برضو الحاله العامه ان احنا يا جماعه عايزين الكاس، احنا حاطين بيها ضغط على اللعيبه. فلاعب مع منتخب مصر سايب فرقته تماما، بتحط عليه ضغط ليه وبتفتح كلام عليه ليه؟ وكل النقاد او كل المحللين في مصر وفي الوطن العربي وناس اجانب بيتكلموا، الغرب بيتكلم عن قد ايه امام عاشور اللاعب مميز، عن قد ايه امام عاشور لاعب كواليتي عالي، وان في ناس عايزين يجيبوا للفرقه بتاعتهم. فشيء غريب جدا جدا جدا. اتمنى المسؤولين في الموقع يراجعوا نفسهم او يشوفوا مين اللي نزل خبر زي ده او اللي بيكتب حاجات زي دي، لان ده شيء مش في مصلحه الموقع ابدا من وجهه نظري. موقع انا بحبه جدا وبحب اشوف الاخبار منه، وبحب بتفرج على بعض المباريات عليه، المباريات المحليه لما اكون مسافر او مثلا الكهرباء قطع او ما الى ذلك. اتمنى ان المسؤولين يشوفوا المسؤول عن كتابه اخبار زي دي. حلقتنا لحد هنا بتكون خلصت، كنت معاكم محمد حبيب، استنوني في حلقات جايه، اشوفكم على خير، سلام.